فريدة على الوضعية الاقتصادية. كيفاش تقرأ الوضعية الاقتصادية اليوم في تونس؟ وهل ما عادش حل قدام تونس إلا نادي باريس؟ خاصة الحديث أكثر على نادي باريس والكل، ويبدو أنه ديوننا احنا لا تستدعي نادي باريس. أول حاجة ما تدخل نادي باريس إلا ما تكون عندك أنت موافقة وبرنامج مع صندوق النقد الدولي. فإذا كان وصلت البرنامج وعندك موافقة مع صندوق النقد الدولي، لواش ماشي نادي باريس؟ يعني هذه يعني تولي يعني لا بولي لوف، شكون يجي له؟ فأول شيء صحيح احنا يعني الوضع الاقتصادي في تونس دقيق، هذا واضح، وثم يعني عندنا مشاكل ولازم اليوم الشيء هذا يقولوا فيه منذ سنوات مو جديد، ثم اصلاحات لازم ندخلوا فيها، والاصلاحات هذه كل يوم اللي نوخروا فيها تولدنا يعني التكلفه نتاعها اكثر. تونس ماهيش وحدها، يعني ثم كل لي بارتنير نتاع تونس يحبوا يعاونوا، خاطر ثم يعني اهميه البلاد يعني عندها تاريخ وعندها اهميه جيوستراتيجييه وعندها يعني علاقات وعندها دي ريسورس قويين، يعني معناتها مش اي بلد. فكل الشركاء تونس يحبوا يعاونوا، هذا 100%. لكن كما نقولوا احنا بنعاونك، عاون روحك زاد، عاون روحك، خاطر ثم توا اصلاحات لازم ندخلوا فيها ونعرفوها الكل. موضوع المؤسسات العموميه، موضوع كتله الاجور. مش معناتها كتله الاجور، معناتها عندك انت اليوم قريبه 700,000 موظف في تونس، يعني بلاد فيها 12 مليون، فيها 700,000 موظف في الاداره، ما نعرفش قاعدين يعملوا جماعات. والموضوع الثالث هو موضوع الدعم اللي هو موضوع هام. في موضوع الدعم هذا رانا سواء كان البنك الدولي ولا حتى يعني الشركاء، حتى واحد ما هو يحكي على دعم رفع الدعم على المواد الاساسيه، مثلا على الخبز والفرينه والسكر وكذا، حتى واحد ما يحكي على الموضوع هذا. نحكيو على رفع الدعم على موضوع المحروقات اللي هو يعني فيه تكلفه كبيره برشا، وهذا اللي لازم يعني ورفعه يعني مش بين عشية وضحاها، ثم وقت، ثم يعني سيكونس كيفاش ترفعه. ف يعني المواضيع هذه لازمها الدولة والحكومة يعني تلتفت لها، واليوم قبل غدوة، على خاطر غدوة يزيد تكلفنا أكثر وبعد غدوة يتكلفك أكثر، وما ثماش الموضوع يعني هذا يعني عندنا سيناريو A وسيناريو B وسيناريو ماشي، يعني ثم عندك سيناريو اللي هو لازم يعني الاقتصاد يتعافى من خلال الإصلاحات هذه.